السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم بسكويت الكيس بالبرتقال. نقول المقادير يا حبايبي. كوباية زبدة، كوبايتين دقيق، نص كوباية سكر بودر، كوباية عصير برتقال، بيكنج باودر، فانيليا، بيضتين. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. كده هننزل الزبدة طبعا كانت في التلاجة يا حبايبي، على الرف مش في الفريزر. كده هننزل الزبدة، كده هنفضي السكر بعد ما ضربنا الزبدة ونضربها ننعمها كلها مع بعض. كده بعد ما ضربنا البيض بالسكر هننزل البيضتين. كده يبقى السكر والزبدة والبيض، وادي الفانيليا معانا برضو، وهنضربهم ننعمهم جامد. كده بعد ما ضربنا الخليط بتاعنا عبارة عن الزبدة وعن السكر البودرة والبيضتين والفانيليا، هنحط البيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر بس مش مليانة يا حبايبي، ناقص منها التلت كده. وهننزل الدقيق، هنضرب الخليط كله. كده حطينا كوبايتين الدقيق. كده انا بفكركم بالمقادير يا حبايبي اهو: كوباية زبدة، نص كوباية سكر، بيضتين، ورقة فانيليا، معلقة الا تلت بيكنج باودر مش مليانة قوي، وهنضربهم وكوبايتين دقيق، وهننعمهم مع بعض بقى كده، نضربهم كويس وبعدين هوريهولكم بعد ما هضربه. هنشوف هنضيف له ايه تاني. كده بعد ما ضربنا الخليط بالدقيق معانا مج البرتقال. طبعا احنا بشرين قشر برتقانه والباقي عصير. هنحط في العجينه على قد ما الدقيق يلم معانا، عشان في دقيق بيشرب ودقيق لا. هنحط شويه كده. كده بعد ما عجننا العجينه وبقت بالشكل ده، بتبقى طريه يا حبايبي كده، لانها طبعا بسكوت كيس. كوبايه العصير خدنا الربع بس، زي انا ما قلت لكم هندي العجينه الدقيق على قد ما هيشرب، لان في دقيق بيشرب وفي دقيق لا. هو ما خدش غير ربع كوبايه بس. معانا بقى الكيس كده في البلبله دي، هنعبيه. معانا الصاج، هنبدأ ننزل بالشكل ده الحجم اللي انت عايزاه هتعمليه. عايزاها بسكوتة طويلة هتعمليها، عايزاها بسكوتة صغيرة هتعمليها. هنخلص الكمية اللي معانا وهرجع لكم تاني. كده هنخلص الكمية اللي معانا بالشكل ده وهندخله الفرن على 150. كده خلصنا البسكويت ابو برتقال في منتهى الجمال يا حبايبي، تحفة 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 وناعم مش مستحمل خالص. بصوا يا حبايبي، جميل 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 جميل. يا رب يعجبكم وجربوه. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، تشتركي في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.